هديك مثل تاني في تجديد طارق السعيد ومحمد صديق. كان مرتضى منصور على خلاف مع مين في 2005 الكلام ده. كان على خلاف كبير جدا مع ممدوح عباس، حتى ممدوح عباس يبعت عربيتين رمل يعني للنادي ان هو يساعد النادي في الانشاءات اللي بيعملها مرتضى يقول له لا مالكش دعوه. وساعتها ثلاثه كانوا عقودهم بتنتهي، صديق وطارق السعيد ومحمد ابو العلا. الثلاثه كانوا كده. محمد ابو العلا الوحيد اللي مضى، والاثنين التانيين ما مضوش. مع ان ابو العلا بقى عايز اقول لك على حاجه، في اولويات الاهلي ابو العلا هو كان رقم واحد. يعني انت لو الاهلي لو الاهلي قدام ابو العلا وطارق السعيد ومحمد صديق يختار منهم واحد، هيختار ابو العلا، مش هيختار حد تاني، هو ابو العلا بس، مش عايز حد تاني. جبرت هو عشان ما جابش ابو العلا جاب طارق السعيد. الثلاثه كانوا قاعدين في فيله مرتضى في احمد عرابي، كانت فيلا ما كانتش عماره زي دلوقتي. فقاعدين وكل محمد صديق وطارق السعيد عملوا نفسهم بيتكلموا في التليفون، نزلوا، ما هي فيلا، خدوا بعضهم ومشوا. نزلوا ما رجعوش. ابو العلا قعد ومضى. ما هو ده فرق بقى الزملكاوي من الاهلاوي، ده زملكاوي بجد. رغم ان انا عايز اقول لك على حاجه، كميه الفلوس اللي كان هياخدها ابو العلا ساعتها جدد ب 750,000 جنيه ومن غير ممدوح.